معشوق كل الجزائريين واللي هو البوزلوف. السلام عليكم، جيتكم باش تطيح بوزلوف مجمره حميمره هكذا. الله والله كيما راكم تشوفوا هذه الوصفه لازم تجربوها ان شاء الله للعيد، الوصفه اللي جامي نبدلوها. سهله مهله وبنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. ما تنساوش تحتفظوا بالوصفه وتبعتوها الكامل اللي تعرفوه. ويما اليوم هي اللي راح ديروه لكم. حكمنا البوزلوف تاعنا اللي كان مشوطه مليح ونقيناه وقطعناه وغسلناه مليح، حطاتو يما في قدره عمراته مليح بالماء حتى وين تغطى، دارت له 2 سنات تاع الثوم، ورقه تاع الرند، فلفل الكحل والملح. بعدها نحطوا القدره ديريكتوم فوق النار ونخلوه يغلي مليح حتى وين تشوفوه طاب. معناتها كي تدخلوا فيه الموس تشوفوا بلي الزليف تاعكم راهو طاب. نصفوه من هذاك الماء خلوه راح نمرقوا به. هنا يما راهي تقطع فيه ونحت له كامل هذوك لي كركاس تاعو، ثاني اللسان تاعو كانت قطعاته بهذه الطريقه. هنا بعد ما قطعناه كامل مليح نروحوا نحضروا الدرسه تاعنا. هنايا نقينا الراس تاع الثوم، وهنا يما راهي تدرس فيه كيما راكم تشوفوا دائما تدرسوا مع الملح. درساته مليح، بعد حطيته هنا في ريسيبيون صغير، ودرت معاه 3 مغارف صغار تاع العكري احمر يكون هكذا، ملعقه صغيره تاع فلفل دريس حار، ودرت حوالي 2 مغارف صغار تاع الكمون. البوزلوف يحب الكمون، مع شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع الزيت باش تخلطنا ديك الدرسه. في قدره حطيت شويه تاع الزيت وقلات مليح هذيك الدرسه ماشي حتى وين تحرق لكم الثوم، قلوها شويه. وهنا اروحوا تمرقوا بهذاك الماء اللي طاف فيه البوزلوف، وندوروا ديريكتومون الطوماطيش على الباطا من عند عموري. راح ندو منها مغرف تكون كبيره راح تعطينا هذاك اللون والذوق الشباب مع كميه تاع الحميصه بهذه الطريقه. ونستفوا كامل هذاك البوزلوف تاعنا وندخلوه مليح في هذيك المرقه. هنا زدت مرقت له غير شويه قسمه تغطى، ونغطوا عليه ونخلو كلشي يطيب حتى وين يولي لنا دايب مليح. تقدموه هو مجمر وبصحتكم.